الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المتابعين. كما عودناكم في كل حلقة نحن نأخذ في آية من كتاب الله عز وجل، نتدبر في معانيها ونتأمل في آياتها ونتفكر في ألفاظها ونسبح في بحار مرامها ونرتشف من رحيقها المختوم لكي نستخلص الدروس والعبر وما نستفيد من هذه الآية لكي نطبقها في حياتنا اليومية ونحولها إلى سلوك وعقيدة، لكي نكون من الذين يقرؤون القرآن ويعملون بالقرآن ويطبقون أحكام القرآن، لكي نكون قرآنا يمشي على الأرض. هناك آية في كتاب الله عز وجل أيها الأحباب الكرام، عندما تقرأها تشعر براحة نفسية وتشعر بثقة تامة وطمأنينة بأن كل ما يصيبك من خير أو شر فلا تخاف ولا تجزع ولا تقنط، مهما ألمت بك الخطوب ومهما تكالبت عليك المشاكل ومهما حلت بك الهموم، فإنك ستكون واثقا راسخا، فلا تخاف ولا تجزع، لأن كل ما يصيبك هو من الله عز وجل سواء كان خيرا أو شر. يقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا إعلان من المؤمنين إلى كل بني البشر بأن كل ما يصيبنا هو مقدر لنا ومكتوب لنا، فلا نخاف ولا نقنط ولن نجزع، لأن كل ما يصيبنا في هذه الحياة سواء كان خيرا أو شر، حياة أو ممات، فقر أو غنى، نصر أو هزيمة، وكله مقدر لنا من الله عز وجل، ولا ما قدره الله ولا ما قدره لنا أعداؤنا ولا ما كتبه لنا أعداءنا وما خططوا له، ولكنه مقدر من الله عز وجل وفي اللوح المحفوظ فيكونوا ثابتين. قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، أي كتبه الله لنا وليس علينا، فإن كان خيرا فهو أو كان شرا، فإن كان خيرا فرضينا وشكرنا، وإذا كان شرا صبرنا واحتسبنا، وكان ذلك بسبب ذنوبنا. هو مولانا أي هو ناصرنا وهو سيدنا وهو ملاذنا وهو ملجأنا وهو الله عز وجل، وهو أعلم بحالنا من أنفسنا، يعلم من يريد الهداية فيهديه، ويعلم من يستحق الغواية فيغويه. وقال سبحانه وتعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا توجيه لجميع المؤمنين بأن يكون توكلهم على الله وأن يكون ثقتهم بالله ويكونوا. الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. هذا وجزاكم الله خير.